بيبدأ فيلمنا في نفس وقت الحرب العالمية التانية مع طفل اسمه أنجس. طفل بيحب البحر لكنه بيخاف يقرب منه، ودايما بيتخيل إنه نزل المية هيغرق ومحدش هيقدر ينقذه. وبيحب إنه يجمع القواقع البحرية زي ما كان بيعمل زمان مع والده قبل كده. وبيلاقي صخرة كبيرة وزنها خفيف بس بيقرر إنه يحتفظ بيها ويديله مامته اللي اسمها أنا عشان يرجعوا سوا البيت. وبيروح على مخزن البيت عشان يحط القواقع والصخرة الكبيرة، ويبدأ إنه يشوف الصخرة ويلاقيها إنها بتتقشر وبيكون لونها غريب وفي مادة أزيكا نازلة منها شبه بيضة، لحد ما مامته بتندهله وبيسيبها وبيتحرك الصخرة حركة بسيطة. بعدها وبيجي الليل والهوا وبيبقى قوي جدا، لدرجة إنه بيفتح باب المخزن وبينزل أنقذ المخزن، لكنه بيلاقي إن البيضة واقعة في الأرض ومكسورة. ويبدأ إنه يحس بحركة حواليه وفي حاجات بتقع. بيفضل ماشي ورا الصوت والحاجة اللي بتتكسر لحد ما بيلاقي كائن غريب صغير مستخبي منه. بيحاول أنجز إنه يقرب إيده منه، لكن الكائن من خوفه بيحاول يعضه. وبيجري أنجز على المطبخ وبيجيب سكينة وبطاطس عشان يحطها للكائن يمكن ياكلها. ويبدأ إنه ياكلها وده بيسمح له إنه يلمسه من غير ما يضر. لكن أنجز بياخد باله إن الكائن مجروح في ضهره. بيجري يجيب شنطة الإسعافات عشان يعالج الكائن ده، وبيسيبه في المخزن وبيرجع أوضته عشان مامته متاخدش بالها في المخزن. وبيجي تاني يوم وبيصحى على صوت وجود كتيبة جيش موجودة في مدخل بيتهم، وبيخبط عليهم كابتن توماس وبيقول لهم إن الكتيبة هتفضل موجودة في جنينة بيتهم حسب أوامر مركز القيادة لوقت محدد، والظباط بس هما اللي هيباتوا جوه. وتروح أنجز للمكتبة بتاعة والده وياخد منها قاموس، وبيروح على المخزن عشان يطمن على الكائن، ويلاقي إنه بياكل في الجزمة بتاعة والدته. بيعرف إنه جعان وبيطلع على المطبخ وبياخد السلة اللي فيها بواقي الأكل ويجيبها للكائن عشان ياكلها. ويقرر يسمي الكائن كروزو على اسم مؤلف الكتاب المفضل لوالده. بيفتح أنجز القاموس عشان يعرف نوع كروزو ايه، لكنه ما بيوصلش لأي نوع محدد. وبعد ما كروزو بيخلص أكل بيحاول أنجز يلمس جلده، لكنه بيلاقيه جاف جدا ومحتاج مية. بيحطه في السلة عليه مية، وبيلاقي إنه بقى فرحان ومستمتع بالعوم في المية. وبيبدأ أنجز إنه يهتم بكروزو ويلعب معاه. وفي يوم بتدور عليه مامته عشان عايزة تقوله حاجة بخصوص والده. ويتقابل لويس عامل البيت الجديد وبتطلب منه إنه يبدأ في تنظيف المخزن، لأنه شكل إن ابنها بيربي حيوان المفروض إنه ممنوع تربية الحيوانات في البيت. وبيبدأ لويس في تنظيف المخزن، ويشوف أنجز وهو بيرمي المياه اللي كان فيها كروز، لكنه ما بيكونش في المياه. بيسأله أنجز عن اللي بيعمله في المخزن، وبيقوله لويس إنه بينضفه بناء على أوامر والدته. وبيخرج أنجز يدور على كروزو في كل مكان لحد بالليل، ويكون كروزو حجمه كبر وموجود جوا بيت أنجز. ويجري وراه الكلب بتاع طباخ الكتيبة اللي اسمه ستروك، لكن الكلب بيكون مربوط في البوتاجاز وبيبوظ المطبخ لأنه بيشد الحبل جامد من جري ورا كروزو. وبيبوظ المطبخ وبيضطر رانك إنه يحبس الكلب جوه أوضة المخزن عشان ما يبوظش حاجة تاني، لحد ما أنكس بيسمع صوت أخته بتصوت وطالع من الحمام جري. وبيفهم إن كروزو فوق وبيلحق قبل ما تقول لحد. بيشرح لها كل حاجة ويقول لها إن كروزو مش مضر، لكنه بيستغرب هو إزاي كبر بالسرعة دي. بتوعده كريستي أخته إنها مش هتقول لحد. وتروح هنا تاني يوم عشان تدي لويس هدوم جوزها القديمة، ويشكرها لويس وبيقول لها إنه يشكر لويس أما يرجع. لكن أنا بتقول إن جوزها مش هيرجع لأنه غرق مع سفينة من سنة، وإن ابنها ما يعرفش لحد دلوقتي خبر وفاة والده. وتقول له إن الحمام عايز يتصلح، وبيطلع عشان يصلحه وبيكون أنجز وكريستي جوه الحمام. وبيحاولوا إنهم يمنعوا لويس من إنه يدخل، ومبيقدروش يمنعوه. بيشوف كروز بعد ما بيهددهم بيقولهم إنه شبه حصان البحر، وإنه حيوان أسطوري نادر ومحدش شافه في الحقيقة إلا قليل جدا. وإن الأساطير بتقوله إنه ذكر وأنثى في نفس الوقت، وأما بيكبر بيبيض مرة واحدة وبعدها بيموت. وبيتأخروا كلهم في الحمام لحد ما إنا بتدور عليهم، وبيترجوا لويس إنه يخبي على مامته. وبيوافق وبيقولوا لمامتهم إنهم بيساعدوا لويس في تصليح أنابيب الحمام، وبيقدر إنهم يخبوا كروز ومتفضحوش. وأثناء ما الجيش بيكون عامل وليمة في البيت، بيخرج أنجز من الحمام وبينسى الباب مفتوح وراه. ويخرج كروز من الحمام وبيطارده الكلب وهو مفكوك في البيت. وبيبدأ الكلب إنه يكسر في كل اللي حواليه عشان يوصل لكروز. بينزل للدور الأرضي جنب أوضة السفرة اللي متجمع فيها ضباط الكتيبة، وهنا لحد ما بيدخل عليهم وبيجري كروز تحت السفرة. الكلب بيجري من فوق السفرة وبيبوظ الوليمة. وبيخرج كروز برا البيت وبيهرب من الكلب وبينط في النافورة اللي مليانة سمك، وبيفضل ياكل فيهم لحد ما الشمس تطلع. بيلاقيه لويس إن حجمه زاد عن آخر مرة. بيضطر إنه يحطوه في العربية ويودوه أقرب بحيرة ليهم ويحرروه، لأنه إخفاؤه في البيت بقى مستحيل.
وبعد ما بيرجع أنجز البيت بيلاقي إن والدته طلبت من الكابتن توماس إنه يدربه مع الجيش والكتيبة عشان يتشغل في أي حاجة. وبيفضل أنجز مشغول في التدريبات وما بيقدرش إنه يروح يشوف كروزو اللي بيفضل مستنيه، لحد ما أنجز بيقدر إنه يهرب من توماس ويروح على البحيرة اللي فيها كروزو. بيقعد مستنيه وما بيظهرش لحد ما بياخد أنجز المركب وبيروح في نص البحيرة وبيلاقي كروزو وراه، بيكون حجمه كبير جدا وضخم من كتر اللي أكله وهو في البحيرة. بيكون كروزو عايز يلعب معاه زي الأول، بيركب أنجز على ظهره وبيمشي بيه في المية، وبيكون أنجز مرعوب لأنه بيخاف من المية، لكن بيتعود وبيستمر وهو قاعد على ظهر كروزو لحد ما بيلاقي أنجز إن البحيرة مقفولة بشبكة كبيرة من الجيش. بعد ما يخلصوا لعب بيرجعوا كروزو على الشط. قبل ما بينزل كروزو تحت المية بياخد رانك باله منه وهو في المية، وبيرجع أنجز بيته ويحكي للويس وكريستي اللي حصل وفي منتهى السعادة. وبيجي تاني يوم وبياخدهم الكابتن توماس كلهم عشان يوريهم شغل الجيش اللي على التلة وخطة الكتيبة في ضرب الألمان لو قربوا على المنطقة اللي في البحر، ويتفرج على قوة المدافع. ويعملوا تجربة حاجة في ضرب الصواريخ على البحيرة اللي فيها كروزو. بيتجنن أنجز لما يعرف إنهم هيضربوا في البحيرة، بيحاول إنه يمنعهم لكنه بيفشل. تضرب الصواريخ، وبسبب إن أنجز قرب من الصواريخ وكان هيتأذي بتعاقبه والدته بتحبسه في البيت. وبيكون في واحد من سكان المدينة واثق إنه شاف كروزو في مرة، وفضل مراقب البحيرة لكنه بيفشل في تصويره، وبيلجأ إنه يسافر الصورة بسبب إنه بيجري ورا الشهرة وبتنتشر الصورة في الجرايد. بيشوف رانك وبيأكد لزميله ووكر إنه شاف حقيقي قدامه، وبيقرروا إنه يصطاده عشان يتشهر ويبقى قاتل الوحش وفي نفس الوقت بيهرب. انجز من البيت عشان يروح يطمن على كروزو من بعد الضرب اللي حصل، وبيروح مع لويس وبيوصل لحد شط البحيرة وبيفضل أنكز ينادي عليه لحد ما بيطلع كروزو بيحاول إنه يهاجمهم لأن لويس بينقذه. بيفهم لويس إنه بعد اللي حصل كروزو بقى حيوان بري وبيهاجم أي شخص، لأنه بيفتكر إنه إحنا هنضره. وبيفضل أنكز متضايق إنه خسر صديقه، وبيرجع البيت لكنه بيسمع صوت الكلب بتاع رانك وبيعرف إن في حد بيدور على كروزو عشان يصطاده. وفعلا بيكون ووكر وسترانك بيدور على كروزو لحد ما بيهجموه. بيبلغوا المركز إنهم بيتعرضوا للهجوم في البحيرة وعايزين كل الصواريخ تضرب فيه عشان ينقذوهم، ولكن المركب اللي هما راكبينها بتتقلب بيهم قريب من الشط. بيكون كروزو هياكل سترانك بعد ما ووكر عامل الشط وهرب من الخوف، لكن أنجز بيحاول إنه يمنعه من قتله. وبيفضل داخل في المية لحد ما بيغرق، وبيرمي كروز سترينك بعيد وبينزل ينقذ أنجز من الغرق. بيقدر لويس إنه يفوقه، وبيجوا توماس وإنا وبيشوفوا حصان البحر قدامهم. وبتاخد إنا إن ابنها مكانش بيكدب ولا بيتخيل، لكن فجأة بيتم ضرب الصواريخ على البحيرة بناء على الإبلاغ قبل ما بتتقلب. وبيحاول أنجز إنه يخلي كروزو يهرب بعيد عن الصواريخ ويركب عليه عشان يرشد للطريق اللي هيخرج برا البحيرة، ويبعد عن مجال الضرب. لأن الجو بيكون عاصف وأمطار غزيرة مبيقدرش توماس إنه يلغي الأوامر من خلال اللاسلكي. وبتتبلغ جنود المراقبة إنها شايفة حاجة شبه منظر الغواصة، ويفتكر غواصة الألمانيين جاية تهجم عليهم، لكنه في الحقيقة بتبقى راس كروزو. وبيستمر الضرب على كروزو وأنجز، ويتم رفع الشبكة أكتر لمنع الغواصة اللي هي كروزو من تخطي الشبكة. ويكون توماس وإنا راكبين مركب ورا أنجز عشان ينقذوه لو غرق. وبيقرر أنجز يسيب كروزو عشان يستخبى تحت المايه بعيد عن الضرب، وبيروح لمامته على المركب. لكن بينزل كروزو تحت المايه وبيقدر إنه ينط أعلى من الشبكة وينزل عليها لدرجة إنها بتتخلع من البرج المثبت فيه. وبيهرب كروزو للبحر وبيتحرر أخيرا، وبنشوف أنجز للمرة الأخيرة وهو بيعوم في البحر لحظة الشروق كأنه بيودع صديقه الوحيد. بيخلص فيلمنا، ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.